السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه فهد المتنوعه. اليوم بغيت نشارك معكم طاجين باللحم ديال البقري والبرقوق والمشماش والزبيب اللي كيجي رائع، والتغميره ديالو كتجي عاقده وكيجي بالنسبه للفواكه الجافه ديالو كتجي معلكه ومزيانه. ندوزو دابا للمكونات ديال الوصفه. عندي نص كيلو ديال البصله، اللحم بالنسبة على حسب عدد الأفراد، نص كاس صغيور ديال الزيت البلدية، عندي هنا واحد الربيع ديال الحامض مصير والثومه، المشماش اللي سبق لي انني غسلته. هنايا عندي بالنسبه ضامه ديال الزعفران اللي درتها في نص كاس ديال الماء، الزبيب، البرقوق. هنايا عندي معلقه ديال الربيع، صبور ومعدنوس. بالنسبه للعطريه عندي معلقه صغيره ديال القزبور حبوب، سكينجبير معلقه، نص معلقه ديال القرفه، راس ديال المعلقه ديال البزار، الملحه معلقه مع مراش، والخرقوم معلقه حتى هو. ندوزو دابا على بركه الله. نديرو هاد الضامه ديال الزعفران اللي سبق لي انني دوبتها في الماء، نديرو العطريه كامله، دابا غادي نديرو اللحم. بالنسبه للحم من الاحسن تخليوه يعني واحد 2 سوايع، باش كيشرب هذيك العطريه ديالو وكيجي مزيان في الطياب. واللي قدرات تخليه ليله كامله، يعني ديريه من الليل والصباح طيبيه كيجي رائع. بالنسبه للحم اللي درتو في العطريه، دابا غادي نزيد الربيع والثومه والحامض مصير، ونخليه واحد الساعتين ديال المكانه، ونرجعوا باش نكملوا الوصفه ديالنا. دابا غنبداو على بركه الله. انا سبق ليا فرشت البصله، النص فرشته والنص خليته حتى نديرو من فوق اللحم. دابا غنديرو اللحم، ونزيدو فوق منه هذاك شرموله ديالو فين كان. دابا غادي نزيدو الزبيب، نديرو في الجناب. بالنسبه للطاجين راه كيجي غزال، وكنتمنى انكم تجربوه. دابا غادي نزيد هاد زيت الزيتون، دابا ملي درنا الزبيب غنزيدو هذيك البصله اللي خلينا،
دابا الطاجين ها هو وجد، غادي نديرو فوق نار مهيله وندوزو باش نصاوبو ونعسلو البرقوق والمشماش ديالنا. دابا غنبداو نعسلو البرقوق ديالنا. غندير البرقوق في كاسرونه. بالنسبه انا لهاد الكميه عندي غندير ليها غير كاس ديال الماء، نص معلقه ديال القرفه. بالنسبه الا كان عندكم عواد من الاحسن، انا ما متوفراش عندي غير مطحونه. سنيده سكر سنيده. الزبده عندي معلقه صغيره ديال الزبده. بالنسبه للزبده كتخليه رطب وكيجي مزيان. دابا غادي نديرو يطيب. وبالنسبه للمشماش نفس الطريقه، غير هي من الاحسن ديروا بالنسبه للمشماش ديري العود ديال القرفه، ما ديريش القرفه مطحونه، كيجي العود فيها مزيان. دابا غنرد البرقوق باش يطيب فوق نار اللي تكون مهيله مده ديال ربع ساعه، ونتلاقاو من بعد في التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين، هو هذا. ها هي الدغميره ديالو، مريقه كتجي خاسره ومزيانه. كنتمنى انه ينال اعجابكم وتجربوه وتشاركوا معايا في القناه باش ديما يبقى يوصلكم الجديد. شكرا.